في معلومة مهمة لازم اتكلم فيها، فانت لحظة ما تقلبش الفيديو اسمعني. بص، اولا لو انت بتعمل النقطة دي الغيها من اجل الله عز وجل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. وتاني حاجة، انشر الفيديو ده على قدر المستطاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. أول نقطة، الناس اللي بتنزل أغاني في استراحات، وأغاني مع خطيبها ومع زوجها. ليه؟ مش عارف في فرح وفي خطوبة. ليه؟ انت بتعمل كده ليه طيب؟ ما هو بص، في أحد الصالحين قال لك ايه؟ طوبى لمن مات وماتت سيئاته معه. يعني ايه طوبى دي؟ جاية من طيب. قال لك يمون عين الشخص اللي يموت وتموت السيئات معاه. تاني حاجة، الناس اللي بتنزل نساء متبرجة، صور فاسدة، صور قبيحة أو قبيحة. بالله عليكم فوقوا، بالله عليكم عودوا، بالله عليكم توبوا يا شباب. معلش انت نزلت صورة، تمام، انت جمالك هيزيد بالاغنية؟ لا والله، ده من جمالك اللي هيزيد، ده ذنوبك اللي هتزيد. انت نزلت مش عارف بنت حلوة، وصباح الخير يا جماعة، وصباح الخير يا فلانة ويا علانة، مش عارف انا نفسي اتجوز بنت زيكي، ومش عارف اللي نازل نكتة فيها صورة مش كويسة. الموضوع ده منتشر جدا يا جدع. انا جريت افتح اسم الصور القبيحة اللي احنا بنشوفها. ليه يا جماعة فوقوا، يا جماعة عودوا. وثاني حاجة عاوز اتكلم فيها، الناس اللي بتطلع زوجاتهم في الفيديوهات، حتى لو طلع بنقاب شرعي لا يجوز، ما ينفعش. اصل انت مش عارف بلاقي واحدة نقاب مش عارف تميز ان هو ليه، والباقي متبرج. ليه يا جماعة؟ انتوا بتعملوا كده ليه طيب؟ معلش، انتوا بتقرأوا القرآن صح ولا غلط؟ في الواضح انك بتقرأوا غلط. طب ازاي؟ فربنا قال لك يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، ولا قال لك يا ايها الذين امنوا ادخلوا انفسكم واهليكم نارا؟ طبعا قوا. طب لما ربنا حذر وانت مش بتحذر ولا بتخاف ولا بتنذر، يبقى انت كده قلبك مطبوع عليه، يبقى انت كده غبي، يبقى انت كده طرطور لما تطلع لوشك متبرجة. وبرضه الفيديوهات العبيطة الغبية اللي بتطلع، عرفت تلاقي واحد في برنامج يقول لك ايه الشيء اللي خلقه الله ولم يراه. انت مجنون، انت معفرت. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. يا جماعة الفيديوهات دي بجد بايخة يا أخي. ربنا ينتقم من كل الناس دي، إن لم يقدر لهم الهداية أسأل الله أن ينتقم منهم وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. يا جماعة ما تشوهوش سيرة الدين، سورة الدين. بص، الإسلام بيك أو بدونك سينتصر وسيغلب، أما أنت بدون إسلام فستهزم وتضيع. أيوة الإسلام بك أو بغيرك فايز، فما تبقاش أنت غبي، ما تبقاش غبية، ما تبقاش طرطور وتطلع مع زوجتك متبرجة وتطلعها معاك في فيديوهات قبيحة. ليه؟ انت بتعمل في نفسك وليه كده؟ ليه؟ يا بني انتبه، يا بني افق، يا بني تحمل مسؤولياتك، يا بني انت في خطر، يا بني الامر يجري، يا بني العقوبات تطرى، يا بني الموت قادم، يا بني النار شديدة، يا بني النار ملتهبة، يا بني النار تطلع على الأفئدة، يا بني احذر بوارق، احذر مصيرك، ده مصير يا جحيم يا نعيم يا جنة يا نار، وده جد مش هزار. فبالله عليكم توبوا، عودوا خلاص. وأتمنى نشر الفيديو لعل عسى حد يقطعه ويتوب بذلك. أتمنى. لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. فبالله عليكم
توبوا، لأن الإسلام فعلا إحنا نستاهل كل المصايب اللي إحنا فيها دي، نستاهل كل المصايب اللي إحنا فيها دي بسبب أعمالنا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نزل بلاء إلا بذنب أو ما رفع إلا بتوبة. فلازم توبة، لازم عودة، لازم أوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فبالله عليكم توبوا قبل فوات الأعمال.